تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لوسائل الإعلام قبل مواجهة برشلونة غدا الأحد في كلاسيكو الأرض بقمة لقاءات الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو في 10 مساء بتوقيت القاهرة، حيث كان انتهى كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله إيدير ميليتاو في مرماه. كما فاز ريال مدريد بكلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. وعلق أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قائلا: إن المطلوب للفوز على برشلونة أن نستمتع باللحظة وأن نستعد جيدا فرديا ودفاعيا وهجوميا. وعن مستقبله والفوز بالبطولات قال: أنا مقتنع بأننا سنفوز بشيء هذا الموسم. نعم، أعلم أن لدينا مشاكل في كأس الملك وفي الدوري، لكن في دوري أبطال أوروبا فالأمر مختلف. وأكمل: بخصوص مستقبلي فهذا قرار النادي، فأنا أريد أن أستمر في هذا النادي لبقية حياتي، ولكن هذا مستحيل، فسيتم اتخاذ القرار في نهاية الموسم، حيث من المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي بنهاية الموسم القادم. ثم عاد للحديث عن مباراة الكلاسيكو قائلا: نحن نفكر فقط في الفوز غدا ولا نفكر في كيفية انتهاء الدوري إذا خسرنا، فإذا لم نفز سنفكر في الأمر لاحقا. ووصل أنه من الصعب للغاية تحديد أي مباراة سنشاهدها غدا، فكل مباراة لها تاريخها، فلقد دافع برشلونة كثيرا في الكاس، لكنهم أخذوا الأفضلية وأحرزوا هدف التقدم، ويمكن أن تكون تلك المباراة مختلفة اعتمادا على ما يحدث من مواقف. وعن أسلوب الفريقين قال أنشيلوتي: سنهاجم غدا، فبرشلونة فريق قوي للغاية في الدفاع، فلقد استقبلت شباكهم عددا قليلا جدا من الأهداف، كما كان لديهم التزام دفاعي طوال الموسم. وعن قرعة دوري أبطال أوروبا قال: في العام الماضي ساعدتنا العودة في سانتياغو برنابيو كثيرا، فأنا لا أعرف ما إذا كان ذلك جيد أم سيء بخصوص لعب مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو. وأضاف: لا أعتقد أن الأمر سيتغير كثيرا، فالجماهير في برنابيو ستساعدنا في الذهاب. وعن فينيسيوس جونيور قال: لقد واجه صعوبة أكبر في المباريات الأخيرة، لكنه دائما يساعد، كما أن سرعته يمكن أن تساعده على تحقيق أفضل النتائج غدا. فيمكنه اللعب على اليمين، ولكن من الواضح أنه على اليمين ليس خطيرا، ولكن السرعة يمكن أن تكون مهمة. كما أعلن أنشيلوتي عن جاهزية كريم بنزيما وعدم معاناته من أي شيء بعد شعوره بالإزعاج خلال مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وعن إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني قال أنشيلوتي: في الوقت الحالي يقوم كامافينجا بعمل جيد كما فعل تشواميني في الجزء الأول من الموسم، فلقد غطوا رحيل كاسيميرو بشكل جيد، وأعتقد أن مدريد يمكن أن يخطط للمستقبل بشكل جيد للغاية مع هذين الاثنين. واختتم: بالنسبة لي إيدير ميليتاو هو أحد أفضل المدافعين في العالم، لكنه في بعض الأحيان لا يكون في كامل تركيزه خلال المباريات، فهو يحتاج للتركيز.